الوزن الأول: خرج، أكل، شرب، راح، سكن، رجع، زعل، ربح. شربت أنا ورفقاتي العصير بمطعم الأرز. كل يوم بيرجعوا الطلاب من المدرسة على الساعة 4. ربح ريان $1,000,000 من تجارة الأسهم. الوزن الثاني: فعل، مسح، أكل، فتش، جرب، درب، نظف، قفل، درس، درس، وصل، وصل، أكل، أكل. موظفين الجمارك عم بفتشوا المسافرين. العامل عم بنظف الحديقة. جرب سامر الكنزة قبل ما يشتريها. الوزن الثالث: فاعل، ساعد، دافع، قاتل، ساند، طالب، سامح، راجع، خانق، شاهد، قاتل، قتل، واصل، وصل، راجع، رجع. الأستاذ ساعدنا بقراءة الشعر. طلبت بحصتي من أرباح الشركة. المهم إنك تسامح بس ما تنسى. الوزن الرابع: أخضع، أحضر، أخرج، أنجز، أجبر، ألهم، أعلن. الأستاذ دايما بيلهمنا تنعطي أكتر. أجبرتني حماتي إنه اهتم بكلبها لما هي تسافر. المهم إنك تنجز شغلك بالوقت المحدد. صاحب البناية عين حارس جديد. صاحب البناية عين حارس جديد. بكرة رح قابل مدير شركة أبل. بكرة رح قابل مدير شركة أبل. اضطريت انه الغي مواعيدي. اضطريت انه الغي مواعيدي. طلب المحامي من موكله انه يكتب شو صار. طلب المحامي من موكله انه يكتب شو صار. ابن عمي لقى وظيفة منيحة بشركة نقل. ابن عمي لقى وظيفة منيحة بشركة نقل. ودع أمين أصحابه قبل ما يسافر على لبنان. ودع أمين أصحابه قبل ما يسافر على لبنان. ربحت $100 بورقة اللوتو. ربحت $100 بورقة اللوتو. أعلنت منال عن خطوبتها. أعلنت منال عن خطوبتها. الحمد لله إنه وديع ما فارق الحياة. الحمد لله إنه وديع ما فارق الحياة. بعد الأزمة العالمية خفضت شركة منس استثماراتها. بعد الأزمة العالمية
خفضت شركة مانس استثماراتها.